مدام امستردام مالك ومال همام. أول ما تسمع كلمة أمستردام، إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ الحشيش؟ الحرية؟ الجمال؟ ولا كل ده مع بعض؟ بس خليني أقولك، اللي شايفه في الصور أو على السوشيال ميديا ده جزء صغير جدا من الحكاية. في مدينة شكلها هادي وجميل، بس وراها قوانين بتخلي العالم كله مش فاهم هي إزاي ماشية كده. بلد بتسمح بالحشيش قانوني، ومع كده تعتبر من أكتر المدن أمانا وتنظيما في أوروبا. إزاي؟ النهاردة هنسافر سوا جوه أمستردام ونكشف الحقيقة اللي محدش بيحكيها عنها. خليك معايا لآخر الفيديو، لأن اللي جاي هيفتح لك باب على عالم غريب جدا. وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات بعد ما تشوف النهاية. هل تشوف أمستردام بلد مجنونة ولا بلد فهمت الحرية بطريقتها؟ يا موتوسيكلاتك يا هولندا. خلينا نتكلم بصراحة. أول حاجة الناس بتفكر فيها لما تسمع كلمة أمستردام هي الحشيش. مدينة الحشيش القانوني. الجملة دي لوحدها كفاية تخليك تقول إيه ده؟ هو العالم اتجنن؟ بس لأ، ولا اتجنن ولا حاجة. هم بس فكروا بطريقة محدش غيرهم قدر يفكر بيها. في السبعينات كانت هولندا غرقانة في مشاكل مع تجارة المخدرات. الحكومة بتحارب والجرائم بتزيد، لحد ما قرروا يقلبوا الترابيزة. بدل ما يطردوا الناس، قرروا يخلوه قانوني بس متحكم فيه. ومن هنا بدأت التجربة. الحشيش في أمستردام مش متاح في الشوارع، لأ، ليه أماكن مخصوصة اسمها كوفي شوبس. مش كافيهات عادية، دي أماكن مرخصة، كل حاجة فيها تحت الرقابة، الكمية، النوع، حتى الزبون بيتسجل. تقدر تشتري كميات صغيرة جدا وتشربها جوه المكان، بس أول ما تخرج للشارع لأ، انتهى. مفيش بيع عشوائي، مفيش سوق سودة، كله واضح، كله تحت عين الحكومة. النتيجة؟ معدل الجريمة نزل، والسوق السودة اختفت، والسياحة زادت أضعاف. العالم كله كان شايف التجربة دي جنون، بس في الواقع كان فيها منطق، لأنهم اكتشفوا إنك لما تمنع الناس بالعافية بيكسروا القوانين، لكن لما تدي حرية بعقل القواعد بتتحول لوعي. الحكومة بتقولها بوضوح، مش هدفنا نشجع الناس، هدفنا نتحكم في اللي بيحصل بدل ما يفضل في الخفاء. بس رغم التنظيم ده، الحشيش في النهاية مادة مضرة. الأطباء هناك نفسهم بيقولوا إن الإدمان عليه بيأثر على المخ وبيسبب مشاكل في التركيز والمزاج والذاكرة، خصوصاً عند الشباب الصغير. وده مش كلام ديني بس، ده علمي وطبي ومؤكد. غير إن كتير من اللي جربوه هناك بيقولوا إن الراحة اللي بيحسوها في الأول بتتحول بعد فترة لتعب، توتر واكتئاب. يعني حتى في بلد زي أمستردام اللي بتقول إنها بتتحكم في كل حاجة، لسه بتعاني من آثار القرار ده لحد النهاردة. عشان كده الحكومة بدأت تقلل عدد الكوفي شوبس، وبتحاول تمنع السياح من استغلال الفكرة غلط، لأن اللي كان زمان بيتشاف كنجاح اقتصادي النهاردة بقى عامل قلق اجتماعي كبير. وإحنا كمسلمين الموقف واضح، ديننا حرم كل ما يضر العقل والجسد، والحشيش واحد من الحاجات اللي بتخدر وتضعف الإرادة. بس الهدف من الكلام هنا مش نحكم عليهم، لأ، نفهم التجربة ونتعلم منها، لأن الحرية اللي من غير قيم دايماً بتسيب وراها مشاكل أكتر من الحلول. وأمستردام رغم كل نجاحها لسه بتدفع ثمن التجربة دي لحد النهاردة. قول لي بقى رأيك، هل شايف التجربة دي شجاعة ولا تهور محسوب؟ اكتب لي في الكومنتات، لأن اللي جاي هنتكلم عن معنى الحرية الحقيقي اللي خلى المدينة دي مختلفة عن العالم كله. لما تسمع كلمة حرية، أول حاجة بتيجي في بالك إن الناس هناك بيعملوا اللي هم عايزينه، صح؟ وفعلا أمستردام من أكتر المدن اللي واخدة الحرية لأبعد مدى ممكن. بس خليني أقول لك حاجة، الحرية عندهم مش زي عندنا. هم شايفين إن الحرية إنك تختار بنفسك، حتى لو اختيارك غلط،
طالما مش بتأذي حد. من بره الكلام ده باين منطقي، بس الحقيقة إن الحرية المطلقة دي ليها تمن كبير، لأن لما كل واحد يعيش بطريقته من غير أي حدود، القيم بتبدأ تضعف والمعايير بتتشال واحدة واحدة. أمستردام مدينة جميلة، هادية، منظمة، بس لو تمشي فيها يوم واحد هتحس إن كل حاجة ماشية بتجربة. كأن البلد بتسأل نفسها كل يوم: هو إحنا ماشيين صح ولا زودناها شوية؟ الحكومة هناك بتفكر بعقلية التجربة والخطأ، يجربوا يفتحوا الباب، يشوفوا النتيجة، لو حصلت مشكلة يقفلوا الباب تاني. وده اللي بيخليهم دايما في حالة توازن هش، حرية بس دايما على الحافة. واللي بيزور البلد بيحس بده جدا. تحس إن الناس عايشة بارتياح، بس جواك كده سؤال صغير بيقعد يزن: هو الارتياح ده حقيقي ولا مؤقت؟ لأن الحرية اللي من غير قيود في الأول بتبان مريحة، لكن مع الوقت بتسرق منك المعنى. وده اللي ديننا علمنا إياه ببساطة. الحرية الحقيقية مش إنك تعمل اللي في دماغك، لأ، الحرية إنك تقدر تختار الصح بإرادتك. عندنا الحرية مربوطة بالمسؤولية، عندهم الحرية مربوطة بالتجربة. وصدقني، التجارب اللي من غير حدود دايما بتخلف خسائر. أمستردام جربت وكسبت شهرة وسياحة واقتصاد، لكن في نفس الوقت بتعاني من فقدان الهوية والتوازن بين المادي والمعنوي. الناس هناك حرة، بس كتير منهم مش مرتاح. الحرية من غير قيم زي البحر من غير شط، شكله واسع وجميل، بس أول ما تنزل تكتشف إن مفيش حاجة تمسكك. قول لي بقى، أنت شايف إن الحرية لازم يكون ليها حدود، ولا شايف إن كل واحد يعيش بطريقته مهما كانت؟ انا ما كلمتهاش. لا ما حصلش حاجه. أول ما تمشي في شوارع أمستردام هتحس إن في حاجة غريبة جدا. مفيش دوشة، مفيش كلاكسات، مفيش الزحمة اللي احنا متعودين عليها في أي مدينة كبيرة. كل الناس هناك راكبين عجل، حرفيا العجل جزء من حياتهم اليومية. باركينج عند كليننج، باركينج على باركينج. تلاقي أم راكبة بعجلتها ومعاها ابنها في الكرسي وراها، راجل كبير في السن رايح شغله بالعجلة، وحتى طلبة الجامعة ماشيين بالعجل كأنها موضة. بس في الحقيقة دي مش موضة خالص، دي أسلوب حياة. أمستردام فيها أكتر من 900 ألف عجلة، يعني أكتر من عدد سكانها تقريبا. الحكومة من سنين قررت إن المدينة لازم تكون مريحة للناس مش للعربيات. قالوا ليه نعيش وسط الزحمة والدخان والسرعة؟ ما نعيش ببساطة أكتر ونخلي التنفس والهدوء أسلوب حياة. فبنوا شوارع مخصوص للعجل، كباري مخصوص للعجل، وحتى إشارات مرور معمولة ليهم. وأجمل حاجة إن الناس هناك بتحترم النظام جدا، محدش بيعدي غلط، محدش بيزق أو يستعجل، كل واحد ماشي في طريقه. والنتيجة مدينة هادية نظيفة وسعيدة. حتى الشرطة عندها عجلات. واللي يزور أمستردام بيحس بشيء غريب كده، راحة في الجو، كل حاجة بتمشي بسلاسة. تحس إن المواصلات جزء من الراحة النفسية مش العذاب اليومي. ودي حاجة فعلا ممكن نحتاج نتعلمها منهم. فكرة إن البساطة مش ضعف، بالعكس البساطة قوة. إنك تختار تعيش بهدوء بدل ما تجري طول الوقت، ده مش كسل، دي حكمة. تخيل كده لو بلدنا فكرت نفس التفكير ده، لو بدل الزحمة والسرعة والضغط ركزنا شوية على راحة الناس ونظامهم، يمكن نكتشف إن السعادة مش في السرعة، السعادة في الهدوء. قول لي بقى، لو عندك فرصة إنك تسيب عربيتك وتروح شغلك بالعجلة، هتجرب ولا هتفضل تقول إحنا مش في أمستردام يا عم؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، لأن اللي جاي من أمستردام هيخليك تشوف حاجات غريبة. يا رب الواحد لو خد ربع جلدر ولا نص جلدر في كل ركنة عجلة، مش كانت تبقى فرجت. أول ما تسمع اسم المنطقة الحمراء في أمستردام
أول حاجة تيجي في بالك إن ده مكان غريب ومثير، واللي أغرب إن المكان ده موجود في قلب المدينة، والناس هناك بتتعامل معاه كأنه عادي جدا. محلات بنور أحمر في الشبابيك، شوارع ضيقة مزدحمة بالسياح، وأجواء غريبة بين الانبهار والاستغراب. بس تعال نفهم الحكاية من الأول. المنطقة الحمراء مش معمولة للترفيه زي ما الناس فاكرة، هي جزء من تجربة هولندا في إنهم ينظموا كل حاجة بدل ما يمنعوها. الحكومة قالت بدل ما يحصل كل ده في الخفاء، خليه في النور، نراقبه ونقلل مخاطره. من ناحية إدارية، كل حاجة مرخصة ومراقبة، في قوانين صارمة جدا، وفي تأمين صحي وضرايب وحتى تفتيش مستمر. بس مهما حاولوا يخلوها منظمة، تبقى الحقيقة واضحة، في الآخر ده غلط. يمكن هم شايفين إنهم بيحموا المجتمع، لكن في الحقيقة بيفتحوا باب تاني من المشاكل الأخلاقية والنفسية. دراسات هناك بتقول إن الناس اللي بتشتغل في المنطقة دي بعد فترة بيصابوا باكتئاب حاد، أو بيحسوا إنهم فقدوا معنى الحياة. يعني حتى لما الحرية اتوسعت لدرجة التطبيع مع الغلط، النتائج ما كانتش حلوة. الناس هناك بدأت تسأل نفسها، هو احنا فعلا بقينا أحرار؟ ولا احنا بس غيرنا شكل القيود؟ وأكتر حاجة لفتت نظر إن المنطقة دي بقت مكان بيزوروا السياح، مش علشان اللي بيحصل، لكن علشان يشوفوا بعينيهم قد إيه الغرب فكرته عن الحرية مختلفة. احنا كمسلمين بنشوف الحتة دي من زاوية تانية خالص، بنشوف إنها دليل إن الحرية المطلقة من غير قيم بتكسر الإنسان مش بتبنيه، وكل اللي بتحاول تعالجه بالقانون عمره ما هيتعالج إلا لما القيم تكون موجودة. يمكن دي أكتر منطقة في العالم بتخليك تحس إن مش كل حاجة مباحة معناها سعيدة. في ناس بتضحك هناك، بس العيون فيها فراغ غريب، كأنهم عايشين الحرية بس من غير روح. قول لي بقى، شايف إن اللي عملته هولندا تجربة تستحق الإعجاب، ولا شايفها علامة على إن الحرية لو زادت ممكن تبتلع نفسها؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، واللي جاي هيوريك الوجه التاني لأمستردام. الجمال، مش الجمال اللي في الصور أو المباني، الجمال اللي في التفاصيل الصغيرة. وانت ماشي في الشوارع، كل بيت معمول بذوق، كل كوبري ليه شكل خاص، وكل شارع فيه لون مختلف. هنا الفن مش محصور في المتاحف، الفن ماشي في الهوا. تلاقي رسام قاعد في الشارع يرسم، وموسيقي بيعزف كأنه بيحكي حكايته. حتى الناس العادية عندها إحساس بالجمال في كل حاجة. تدخل متحف فان جوخ، تشوف لوحات فيها تعب ومشاعر وحياة، تحس إن الراجل ده كان شايف العالم بطريقته، والطريقة دي لسه عايشة في المدينة دي لحد النهاردة. كل حاجة هنا بتفكرك إن البساطة مش ضعف، وإن الجمال الحقيقي مش في الشكليات، الجمال في الروح، في الترتيب، في النظام، وفي إن الناس تعرف تستمتع بالحياة بهدوء. يمكن ده أكتر حاجة بتخلي أمستردام مميزة، إنها رغم كل اللي فيها لسه محافظة على طابعها الجميل والهادي. وده بيخليك تسأل نفسك، هو إحنا بنشوف الجمال واللي بقينا بنجري وراه بس؟ قول لي رأيك في الكومنتات، إيه أكتر حاجة شايفها فن في بلدك؟ يمكن الإجابة تبان بسيطة، بس هتقول كتير عنك. أمستردام مدينة بتقسم الناس دايما نصين، في اللي شايفها رمز للحرية، وفي اللي شايفها مثال للفوضى المقننة. بس الحقيقة إنها مدينة قررت تمشي في طريق مختلف، بلد بتجرب، بتغلط، وبتتعلم، بتحاول توازن بين القيم والاختيارات، بين النظام والانفتاح، بين العقول اللي بتحسب والقلوب اللي بتجرب. الحرية عندهم مش زي عندنا، بس في الآخر كل واحد بيبحث عن نفس الحاجة، الارتياح والمعنى. التجربة دي بتخليك تفكر، هل الحرية فعلا إنك تعمل اللي نفسك فيه؟ ولا إنك تبقى قادر تختار الصح حتى لما الغلط سهل؟ أمستردام بلد فيها كل التناقضات، بس يمكن ده سرها، لأنها فاهمة إن الجمال والجنون ممكن يعيشوا في نفس المكان. في النهاية يمكن كل اللي محتاجه الإنسان مش الحرية المطلقة ولا القوانين الصارمة، يمكن كل اللي محتاجه توازن، التوازن بين اللي نفسك فيه واللي المفروض تعمله. واللي فاهم المعنى ده هو اللي فعلا حر. قول لي بقى،
أنت شايف أمستردام بلد ذكية ولا بلد مجنونة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من الرحلات الجاية، واللي جاية دي صدقني أغرب بكتير مما تتخيل.